هو شي شاب ولا شابة المهم يسأل عن يريد نصيحة حول الصلاة. هو شوف القضية ديال الصلاة تقريبا بحال الموضوع اللي كنا كنهضروا عليه دابا، شي حاجة اللي ما محتاجاش كثرة الهضرة، محتاجة بكل بساطة انك تنوض وتقضي غرض. كيبقى السؤال هو ماشي علاش غادي تنوض، شنو رابح شنو رابح في الصلاة. السؤال ماشي هنا. ملي غتمشي مثلا تقول غادي نقرا هذا التخصص هذا، كتسول راسك شنو رابح في ذاك التخصص. غتقول مثلا غادي نمشي نسافر لبلاصه الفلانيه، شنو رابح في السفر ديك البلاصه الفلانيه. مع الصلاه السؤال ما كيتطرحش هكا. السؤال كتقول واش عادي نعيش بلا ما نصلي؟ زعما عادي ما عندكش غرامه المشكل انك عايش بلا صلاه. انا كندوي على واحد مسلم، واحد ما مسلمش جد منطقي انه ما طرحش عليه هذا السؤال هذا اصلا. فبالنسبه لواحد مسلم ولا وحده مسلمه، يعني كيفاش داير بلا صلاه. ثم الحاجه ديالنا حنا للصلاه راه ماشي الحاجه ديال واحد السيد بغى يدير شي شويه اليوغا وبغى يتكونسونطرا واحد 5 المرات في النهار. الا كان بحال هكا راه كاين اليوغا، كاين لا سوفرولوجي، كاين واحد بزاف ديال العيبات ولاو في هذا الكوكب زمرده الى اخره. كاين شو داكشي يقول لك التامل، طلع للسطح في واحد الوقيته اللي كتكون الشمس بواحد 33 درجه وانت تقابل مع هذه وغتسميتو ومع الطاقه الكونيه. ويلا كنتي في الجبل ديال طاو ممكن دير هاد اللقطه. ما انت انا في الاول الطاقه الكونيه يعني المازوط اللي عداك والكلاكسون هذا الطاقه الكونيه. واش الصلاه كنديروا على قبل هذا الشيء؟ الا كانت الصلاه كدار على قبل هذا الشيء كما صاص فيها الصحابه رضي الله عنهم وعلى راسهم النبي عليه الصلاه والسلام ما كانوا سايقين الخبر لا الطاقه ولا طاو ولا يحزنون. الصلاه واش كنديروها على حسب داكشي اللي كيوصلكم في الواتساب ديال ملي كتسجد راه السلسول ديالك تيتحل بواحد الطريقه وتيتحركوا فيه شي شويه ديال سير ديال الكينيزي ثيرابي اش بغيتي انت بالصلاه. واخا وداك اللي كيصليو فيه بوزلو ماشي نقولوا ليه هذا صلاته ما مقبولاش. التصور ديالنا للصلاه شباب ولينا شي شويه مالوزمون بدينا كنبعدوه على الجانب الذي شرع له. الجانب الذي شرع له هو انه الصلاه هي اللي كتربطك بصيد ربي، بمعنى انه بلا صلاه ما عندكش الريحه ديال العلاقه بمولانا. بل يستغرب من الذي لا يصلي كيف انه صادق في كلامه. انت ما عندكش علاقه بصيد ربي، شنو يخليك تحترم الناس ولا تصدق ولا يكون فيك الصدق ولا تمنع راسك من الموبقات ولا تمنع راسك من الحشيش ولا من الزنا ولا من انواع الكبائر. بل ما الذي يمنعك من زنا المحارم اصلا؟ الا ما عندك علاقه بالله شنو اللي غيمنعك من انك في الارض دير داكشي اللي بغيتي؟ غتقول لي لا وما جاتش عاوتاني شنو اللي ما جات؟ وعاوتاني الواحد ما يخسرش مع سيدي ربي بزاف. كاينه شي خساره اكثر من انك ما رابطش العلاقه مع الله عز وجل. ثم علاقتنا بالصلاه راه ماشي علاقه فقط ديال انك كتربط راسك بالله سبحانه وتعالى، هذا رقم واحد. علاقتك بالصلاه هو انه كتعطي راسك شويه ديال الكرامه. سوره الحج اش كيقول الله عز وجل في الايه السجده؟ الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. وزاد موراها وكثير حق عليه الضلال ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سجدا. بمعنى أن هذا الذي لا يسجد لله هذا راه مخالف لجميع مخلوقات الله. من وراها قال لك ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا الذي لا يسجد لله قمة الإهانة. علاش؟ لأن بكل بساطة ملي ما كتحطش جبهتك الأرض على قبل الله كن على يقين أن جبهتك محطوطة الأرض قدام جميع المخلوقات. حيث هذيك الصلاة هي اللي كتخلي أن قلبك حر من كل ما سوى الله. فما كاينش ولد المرأة اللي يقدر يكسر لك نيفك حيث انت ديال الله. ما كاينش ولد المرأة اللي يركعك حيث انت ديال الله. ما كاينش ولد المرأة اللي غادي تقدر تحس براسك قدامه دليل على قبل ريال ولا على قبل جدريال ولا قبل جغمات الماء وخا تموت. انك تقول الجبهه اللي كتسجد لسيدي ربي والظهر اللي كيركع لسيدي ربي
والسلسول اللي كيوقف يقرا القران لسيد ربي هذا والله لا يركع لغير الله عز وجل، لا حسا ولا معنى. يعني ما نحتاجش نجلس نقول لكم مثلا هل احاديث في فضل الصلاه، هل احاديث في الترهيب من ترك الصلاه، هذا راه يكفيك انك تدخل حبيبي الانترنت انت مكونيكتي ما عاود تصرف الكونيكسيون ديالك على اللايف ديروا عليا انا، ما سير خذ على شي حاجه الاحاديث على الصلاه. انا بالنسبه لي تنوض تقرا على شي حاجه ديال الصلاه وتحرك بها قلبك، اقسم لكم بالله الى اهم عندي من هذه المحاضره وما يجي منها. الى واحد يشد الخط، واحد يشد الخط ديالو ديال الصلاه مع سيدي ربي، اقسم لكم بالله الى احب الى قلبي من سنه ديال المحاضرات. بلاش ما عندي ما ندير بهم. بارك عليا واحد يتقاد ولا وحده تقاد. ثم المساله الثالثه المتعلقه بالصلاه، راه صعيبه شباب. كلنا كتجينا ديك السخونيه ديال الايمان في واحد اللحظه، كلنا بدون استثناء، وكتقول غدا الصباح ان شاء الله الفجر ومن وراء الفجر نقاد اموري وانتم غادي يلاه يلاه يلاه. ممكن الغد ليه مع الصباح تبقى فيك شي شويه ديك السخونيه، لكن اون فوا كتخرج من الدار نوعيه الناس اللي كتلاقى معاهم، واش هما النوعيه الناس اللي كتفتخر انك دير قدامهم الطاعه، او هما النوعيه ديال الناس اللي كتستحيي انك دير قدامهم الطاعه؟ الا غتستحي من انك تترك الطاعه خاصك تستحي من الله، ان الله عز وجل عاطيك داك الشيء اللي ما يتحسبش، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. خاص الانسان يعاود عباره مع سيد ربي. انا ما نقولش لك ان اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه الصلاه، فاذا صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر، من حافظ عليهن الصلوات الخمس كنا له برهانا وكذا وكذا. ما هادشي كله قلت لك يدخل قرا غادي تلقاه. انا اللي كيهمني ولا خصك تفكر انت مع راسك شي شويه، علاش انا مقطع الكابلي ديالي مع سيدي ربي؟ اشنو شفت خايب من مولانا؟ وانا كنقول على راسي راني مسلم وعارف راسي غنموت وغنلقى الله عز وجل. شنو اللي شفت منه خايب باش ما نصليش ليه؟ شنو اللي دار معايا خايب باش ما نصليش ليه؟ اما يجلس الانسان من الامور اللي تساعدك شي شويه، بغيتي وسيله عمليه دير ورقه وستيلو. هو ما يمكنش تحصيها غير من باب التدريب. سيدي ربي ما منعناش ان نعد، قال لك وان تعدوا نعمه الله، يعني حتى لو عددتها لا تحصوها. الاحصاء هو اللي مستحيل، اما العد ممكن ان تعد النعمه، ما كاينش اشكال. جلس ودير ورقه وشوف النعم اللي عندك قبل ما تخرج لبرا. بدا بيك انت. الى ساليتي غير لي زاباراي اللي عندك، من لاباري ديجيستيف على لاباري ريسبيراتوار على السيركولاسيون سانغين على لاباري مثلا سيستيم نيرفو على لوساتور ديالك انت ديال السكوليت على الميسكولاتور على النسيج على لو تيسو على لاشير على الجلد على بلا ما نهضروا على العين بلا ما نهضروا على الكومبينيزون ديال والله ما تسالي. وبغيتي تعرف داكشي اللي عندك اش تيسوى، دخل ضرب غير طليله. فكرتي في الكلاوي عندك الحمد لله غادي مزيان، دخل ضرب طليله ودير انسوفيزونس رينال، ما تقرا لا ارتيكل ولا جوج، دير ايماج وشوف الناس اللي كيعانيوا من الانسوفيزونس رينال وشوف انت شنو عندك. الدم اللي خدام كيسيركولي وكيدور ولي غلوبول ديالو روج كيتحركوا كل يومين 48 ساعه جدد قاد صوب الى اخره. انت دخل يا سيدي شوف الناس اللي عندهم ان بروبليم دو لوسيمي، الله يشافي الجميع. اللي عندهم بروبليم دو لوسيمي دو سون هذا راه خاصو كاين فيهم اللي كل شويه كيعاود لانستالاسيون ديال الدم كلها. وانت بيس اند لوف ما عندكش غرام المشكل ما كاينش. اللي دوز فيكم الكوفيد لدرجه انه بدا كيتخنق وبدا كيريسبيري غير بشويه، كيحس بحال الهواء تيدخل غير من هنا لهنا. وعرفتي دابا الريه ديالك شحال كتسوى؟ عرفتي ديك القضيه ديال انك تدخل الهواء حتى لداخل وتحس به وصلت للديافراغم ودفعو شي شويه ودير ديك وهانيه، حسيتي بها دابا اش تسوى؟ دير واحد الباندا شي نهار على عينيك وقول غندوز بها نص ساعه المكانه في الدار، داركم اللي انت حافظها صم، كتنوض في الليل عارف طريق الحمام طريق الكوزينه طريق الثلاجه عارف هادشي كله. انت دير نعم سيدي واحد الباندا وجلس بها نص ساعه في داركم، تحرك بها، حاول تحرك بها. راه الناس عندهم اش 24 7 سور 7 باش تعرف شحال عندك انت. واخا شنو اللي شفتيه خايب من سيدي ربي باش ما تصليش ليه؟ هو القضيه ماشي قضيه كاين عندنا ما يصطلح عليه بلو شونجمون، التغيير. الشونجمون هو انك تغير من نقطه ا لواحد النقطه بي. التغيير في حد ذاته
دائما كيبان ساهل، ما عمره ما فيه مشكل. كنت ما كنصليش غنبدا نصلي، كنت ما محجباش غنتحجب، كنت كنكمي غنقطع. لو شونجمون في حد ذاته ما طرحش مشكل. ملي غنجي نقلب خصني نقلب ماشي في لو شونجمون كيقول لك لا والتغيير صعيب. لو شونجمون ني با ديفيسيل، ماشي التغيير اللي صعيب، هادوك لي ترانزيسيون لاتونت، دوك الجذور اللي كاينين لتحت هادوك هما اللي كيصعبوا التغيير. انا دابا اللي بديت كنصلي دوك الدراري اللي كنجلس معاهم غادي يشوفوا فيا بشكاع، وعندك ما يبقاوش باغيين يجلسوا معايا. اش غدير؟ صافي خليتها للصيف. وقول نفس القضيه على الحجاب، خليتها نتزوج. وقول نفس القضيه على قطع الكارو، خليتها تنخدم. وقول نفس القضيه على جميع الامور اللي انت باغي تبدلها من طرف ا لطرف بي. لي ترانزيسيون لاتونت اللي كيكونوا لتحت هذوك هما الجذوره اللي خاصك انت تجلس وتعالجهم وتمقص فيهم وتحط كل وحده تطرح عليها. شوف في لا تكنولوجي عندنا مشكل، هو انا لا تكنولوجي كتعطينا الاجوبه. ملي كتدخل لجوجل كدير مثلا غدير كومون اكسترير دو لو دروز، غديرها في جوجل غيكتب لك الريزولطا مباشره. الكونيكسيون هذا عندك مزيان، غيقول لك مثلا ريزولطا اوبتونو اون 0.02 سكوند. الريزولطا اللي غيعطيك غيقول لك مثلا 358,720 ريزولطا. يعني المشكل ماشي مشكل ديال الاجوبه في لا تكنولوجي، المشكل ماشي مشكل ديال الاجوبه، الاجوبه هما هنا. خاص شنو هي نوعيه الاسئله اللي كطرح. اذا ملي نبغي نحدث انا واحد التغيير في حياتي، راه ماشي الجواب اللي خصني نقلب عليه، الجواب محطوط، خصني نقلب انا نطرح السؤال الذي ينبغي. هذيك الجوقه اللي انا مثلا غنستحيي وغنحشم انني نوض ونصلي قدامها، ولا غيشدوا فيا ولا كذا. السؤال واش هذيك الجوقه واش كتستاهل انني نخسر الدوسي ديالي مع سيدي ربي؟ واش كاين شي واحد اصلا في الكوكب يستاهل انني نخسر الملف ديالي مع سيدي ربي على قبله؟ حط انت هاد ليكواسيون هادي، واش كاين شي واحد يستحق انني انا نخسر علاقتي مع الله على قبله هو؟ الا لقيتي بلي راه كاين شي واحد يستاهل انك تخسر علاقتك مع سيدي ربي، بمعنى هذا راه هو الاله الجديد اللي عندك تتعبدوه سي محمد. هذا راه ولات سميتو اله، ما بقات سميتو حتى حاجه اخرى، لانك صرفت له مطلق المحبه مع مطلق الخضوع. بمعنى ما محتاجينش اجوبه في القضيه ديال الصلاه، اجوبه موجوده، عطى الله الكتب. اللي محتاجين نطرحوا على رؤوسنا السؤال الذي ينبغي. هذا مكان عندكم الحمد لله هنايا المسجد، وعندكم اللجنه الحمد لله المشرفه عليه، كاين عندكم دروس الحمد لله كتقام فيه خاصه بالطلبه، كاين عندكم فيه مسائل ديال الصلاه، طلع لك الخيشافون ديالك في دماغك كتهبط للجامعه راه محلول، تجلس تحل تقرا شي شويه. نوعيه الناس اللي غتلقاهم في المسجد راه ماشي هما نوعيه الناس غتلقاهم مجمعين على جوان ديال الحشيش، شتان. ما كنقولش ان الناس اللي غتلقاهم معاهم في المسجد راهم ملائكه، نو، ولكن على الاقل الناس اللي تلقاهم معاهم في المسجد راه فيهم على الاقل شرعا يتوجب عليهم انهم يكون فيهم واحد الخصال ديال الخير. فقلب لك على صحبه سيدي ربي راه قال لك دير وما ديرش. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني قال لك ها مع من تجمع وها مع من ما تجمعش. الشيء الآخر يجي من بعد إن شاء الله تعالى بشوية. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.